الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو قسمنا عمر الأرض، يعني جبنا عمر الأرض من بداية عمر من البداية تماما لغاية دلوقتي. لو قسمنا السنين ديت على هيئة ملعب كرة قدم، طول الملعب ده 100 ياردة. هيبقى كل بوصة في الملعب بتمثل حوالي 1.4 مليون مليون سنة، والياردة هتبقى بتساوي حوالي 50 مليون سنة، ونص الملعب هيبقى حوالي 2.4 مليار سنة، بما إن عمر الأرض حوالي 4.8 مليار سنة. هتندهش إن أنت تعرف إنه بالرغم من إن مر على الأرض وده حسب أغلب التقديرات حوالي 4.8 مليار سنة، لكن أغلب الأحداث اللي بنعتبرها مهمة على سطح الأرض حصلت في وقت متأخر من عمر الأرض. يعني مثلا على سبيل المثال هتلاقي إن أقدم الحفريات اللي احنا حصلنا عليها دي بترجع للعصر القنبري، والعصر القنبري هو العصر اللي بدأت تظهر فيه الحيوانات متعددة الخلايا، وبدأ يبقى موجود فيه الثدييات. فالعصر القنبري نفسه جه بعد مرور 88% من عمر الأرض لحد دلوقتي. يعني كل ال 88% دول كانوا ما نعرفش عنهم حاجة ومفيش حفريات بتدل عنهم. فأولى الأحداث اللي احنا نعرفها مهمة في تاريخ الأرض بترجع بعد مرور 88% من عمر الأرض في العصر القنبري. في الوقت ده ظهر برضو أول حيوان متعدد الخلايا، وكان اسمه بعد ظهر في العصر القنبري لكن متأخر شوية، بعد مرور حوالي 95% من عمر الأرض. والحيوان اللي هو متعدد الخلايا أول حيوان ظهر هو حيوان اسمه ثلاثي الفصوص، وده انقرض، يعني ما نقدرش نشوفه في الوقت الحالي. وبعد 95% من عمر الأرض ظهرت الديناصورات لأول مرة، وبعد كده الديناصورات انقرضت بعد مرور 98.5% من عمر الأرض. يعني تقدر تقول الديناصورات عاشت حوالي 3% من عمر الأرض في فترة معينة، وانقرضت الديناصورات، لكن بقى من نسلها اللي بيعتقد ان هو من نسل الديناصورات بعض الطيور. اما بخصوص الثدييات تقدر تقول ان الثدييات كلها ما ظهرتش غير حوالي بعد مرور 98% من عمر الارض. يعني الثدييات ظهرت في 1.5% الباقيين من عمر الارض لغاية النهاردة. اول انسان، لكن مش من نسلنا، مش احنا اسمنا البشر العاقل، اول انسان لو احنا قلنا ان هو ظهر على طول ملعب الكرة اللي بيمثل تاريخ كوكب الارض، ظهر بعد 8.3 بوصة بس من نهاية الزمن لحد دلوقتي. يعني تضرب 8.3 في 1.4 مليون يديك اكتر حوالي 12 مليون سنة. ده بداية ظهور الانسان. وظهر العصر الجليدي على بعد 3.6 بوصة من نهاية كوكب الأرض. أما ظهور الإنسان العاقل اللي احنا من النسل بتاعه ظهر تقريبا بعد 3 بوصة من نهاية عمر الأرض. يعني تضرب 3 في 1.4 مليون سنة يديك حوالي تقريبا في حدود 6 مليون سنة. ده تاريخ الإنسان العاقل اللي احنا منه. وتقدر تقول إن كل تاريخ الحضارة البشرية والإنجازات اللي احنا بنحتفل بيها وبنعتبرها إنجازات كبيرة ظهرت في حوالي 8 بوصة من عمر الأرض. يعني 8 مضروبين في 1.4 مليون سنة. فكل إنجازات الحضارة البشرية بتاعتنا بتقع في وقت محدود تماما من عمر الأرض. علشان تفهم ازاي تقسيمة الأزمنة وازاي ان الأحداث اللي احنا بنعتبرها أحداث مهمة بتمثل جزء بسيط من عمر الأرض. لو قلنا ان احنا عمر الأرض بتاعنا هنقول ان هو بيمثل سنة كاملة 365 يوم. تقدر تقول ان في الوقت ده أول حيوان متعدد الخلايا ظهر على الأرض ظهر متأخر في يوم 25 أكتوبر من السنة دي اللي هي بتمثل تاريخ كوكب الأرض كله. وبعدين بتمشي لغاية يوم 7 ديسمبر بنوصل فترة العصر البرمي. وفي العصر البرمي كان العالم كله عبارة عن قارة واحدة. كانت
القارة دي ما انفصلتش عشان تكون الست قارات بتوعنا، وكانت القارة العملاقة دي الواحدة كانت بتسمى بانجيا. لو مشيت شوية في السنة اللي هي بتمثل عمر الأرض هتوصل 15 ديسمبر للعصر الجوراسي. في العصر الجوراسي طبعا كلنا عارفين إن كانت الديناصورات موجودة، وبعدها بدأت الثدييات والسحالي والطيور. كل الحاجات دي ظهرت تقريبا في يوم عيد بعد 15 ديسمبر. وفي يوم عيد الميلاد اللي هو قبل رأس السنة بأسبوع حصلت الكارثة اللي هي أدت لانقراض الديناصورات. عمر الثدييات كله بيمثل حوالي الأسبوع الأخير بس من السنة اللي هي بتمثل عمر الأرض، الأسبوع اللي هو ما بين عيد الميلاد وما بين رأس السنة. أما بخصوص ظهور أول البشر ظهر تقريبا قبل 7 ساعات من نهاية السنة كلها، من نهاية عمر الأرض لغاية اليوم اللي احنا فيه. والإنسان العاقل اللي احنا بننتمي ليه ظهر بس في قبل ساعة واحدة من نهاية السنة، من رأس السنة. والحضارة الإنسانية كلها والتاريخ اللي احنا نعرفه بيمثل بس دقيقتين 2 من عمر الأرض. لو احنا قلنا زي ما قلنا إن عمر الأرض لو مثلناه على إنه سنة، الحضارة الإنسانية كلها هتمثل دقيقتين بس من السنة ديت. وده دليل على قد إيه صغر حجمنا بالنسبة للأرض، وقد إيه احنا ما بنمثلش الأهمية اللي احنا بنفكر فيها، لأن احنا موجودين على الكوكب ده بقالنا مدة بسيطة تماما، اللي هي الإنسان العاقل قلنا حوالي 6 مليون سنة من 4.5 أو من 4.8 مليار سنة. فدي فترة بسيطة تماما. يعني احنا تقريبا قدرنا نسيطر على كوكب الأرض لمدة حوالي 7 مليون سنة لغاية دلوقتي أو 6 مليون سنة. لكن لو انت قارنت الفترة اللي احنا بنسيطر بيها على الأرض تقدر تقول إن الديناصورات سيطرت على كوكب الأرض لحوالي 130 مليون سنة. فالمقارنة ضعيفة بشكل كبير. كان في اختلافات كتيرة ما بين العلماء لتقدير عمر الأرض في قبل القرن العشرين طبعا. وأشهر التقديرات ديت جه على إيد العالم ويليام تومسون وشهرته لورد كيلفن. ولورد كيلفن بيعتقد في التصور بتاعه ان الارض كانت كرة ملتهبة، وبدأت كرة ملتهبة ومنصهر في قلبها معادن كتير، وبدأت تبرد مع الوقت. وبيقول انها لما كانت كرة ملتهبة كانت درجة حرارتها مساوية لدرجة حرارة الشمس. وقاس عمر الارض عن طريق قياس درجة الحرارة اللي بتنبعث من باطن الارض. وكان حسابه انه عمر الارض بالنسبة له تقريبا حوالي 20 مليون سنة بس. اللورد كيلفن طبعا تقديره خطأ بكل المقاييس. وسبب الخطأ الرئيسي ان هو كان بيفتكر انه مصدر الحرارة الوحيد اللي جاي من باطن الارض هو بس بسبب قلب الارض المنصهر اللي بيطلع حرارة، واهمل تماما انه في باطن الارض في عناصر مشعة زي اليورانيوم او غيره، ودي كمان بتمثل نسبة كبيرة من كمية الحرارة بتنبعث من كوكب الارض. والعلماء بيأكدوا انه الأرض فعلا كانت أول ما اتكونت كانت كرة سخنة، لكن احتاجت بس أول 20 مليون سنة من حياتها علشان تبرد وتبقى بدرجة الحرارة اللي احنا عارفينها دلوقتي. فمن هنا جه خطأ لورد كيلفن وتقديره إن الأرض حوالي 20 مليون سنة. خطأ اللورد كيلفن ولو انه كان خطأ كبير في تقدير عمر الارض، لكنه لعب دور مهم في حاجة معينة، اللي هي بدأ العلماء يتم لفت انتباههم للعناصر المشعة زي اليورانيوم. وده خلى علماء يقدروا يقيسوا أعمار الأشياء عن طريق إن هو لما بتجيب عينة من أي شيء بتكون فيها نسبة من اليورانيوم، مع الوقت اليورانيوم ده بيتحول لرصاص. فعن طريق إن أنت تقيس نسبة اليورانيوم مقابل الرصاص في العينة فتقدر تقيس عمر الشيء اللي أنت عايز تقيسه. أول شخص اتبع العينة ديت عالم اسمه بولتارد، ولاحظ إنه كل ما العينة تبقى أقدم كل ما نسبة الرصاص فيها
تبقى أكبر. وبولتر ده حصل على عينات عمرها حوالي 40 مليون سنة، وحتى في وقت من الأوقات حصل على عينات عمرها حوالي 2.5 مليار سنة، وده بيأكد إن الأرض عمرها أكبر من 20 مليون سنة حسب تقدير اللورد كيلفن بشكل كبير. بعد كده في عالم اسمه أرثر هولمز حصل على عينات لقى عمرها حوالي 4.5 مليار سنة، ودي قريبة جامد من عمر الأرض. لكن تقدر تقول إن أقدم العينات اللي قدرنا نحسب أعمارها بعض النيازك اللي كانت جاية من الفضاء الخارجي، أو تقدر تقول إنها كانت موجودة في النظام الشمسي أصلا قبل تكون الكواكب، وعمرها كان حوالي 4 مليار و56 مليار سنة. ومن هنا تقدر تقول تقريبا إنه الأرض يبلغ عمرها حوالي 4.5 مليار سنة أو 4.6 مليار سنة في الحدود ديت. وده كلام شبه أكيد مقارنة بالعينات اللي اكتشفناها من نيازك جاية من بره، وحتى بعض العينات اللي كانت موجودة في الأرض وصل عمرها لحوالي 4.5 مليار سنة. بشكر أي حد شاف الفيديو. عجبك الفيديو يا ريت تعملوا شير، والسلام.